مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين، وحشتوني جدا جدا جدا. الفيديو ده هنتكلم عن احسن المنتجات اللي استخدمتها في 2022. لو انتم مهتمين تشوفوا النوع ده من الفيديو كملوا الفيديو للاخر وقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الفيديو ده، ولو استخدمتوا حاجه من الحاجات اللي انا استخدمتها. وكده كده اي حاجه استخدمتها هحط لكم بتاعها تحت، واكيد لو احتجتوا اي حاجه تقدروا تكلموني على فيسبوك او انستجرام، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو ده لو عجبكم. يلا بينا نشوف الفيديو. هنبدا اول حاجه بروتين الشعر. بصوا يا جماعه، هي دي منتجات انا استخدمتها في 2022، ولكن هي برضو يعتبر الروتين الشعر اللي انا ماشيه عليه بقالي فتره ومريحني جدا وحبيبني جدا، فانا كنت هعمل لكم فيديو لوحده عن ده، فقلت طب واي نوت ان احنا نعمل فيديو عن منتجات كتير مع بعض. فخلينا نبدا بروتين الشعر. بصوا شايفين، هو ده الروتين بتاع الشعر، هو كله من براند واحده. ده ازازه البلسم خلصت، ودي تاني واحده اجيبها ليهم. المنتجات عندنا عباره عن شامبو، طبعا قرب يخلص زي ما انتم شايفين. تاني حاجه الكونديشنر بتاعهم اللي هي الازازه الجديده اللي زي ما قلت لكم، في واحده فاضيه منها هنا كمان. تالت حاجه حمام الكريم. تالت حاجه، ودي برضو مش اول علبه اجيبها، الليف ان بتاع المجموعه دي. الحاجات دي كلها من براند اسمها جي دوكس. بصوا اهي زي ما اسمها باين، جي دوكس. انا كلمتهم على فيسبوك عندهم وقلت لهم مشاكل شعري مثلا مقصف، محتاج ترطيب، وات ايفر، هيشان ايا كان المشكله اللي انتوا بتعانوا منها في موضوع الشعر معاكم. لما قلت لهم عن الموضوع ده هم رشحوا لي من عندهم منتجات لكذا وكذا وكذا. فمثلا الشامبو اللي رشحوه لي كان الشامبو ده افوكادو اويل. وطبعا يعني لو مش عارفين فوائد الافوكادو للشعر ولكل حاجه، جوجلت على طول هتكتشفوا فوائد تحفه ليه. الشامبو بتاع جي دوكس بالافوكادو خالي من السلفيت والصوديوم، بينظف الشعر كويس جدا 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 رغم انهم فيهوش سلفيت وصوديوم، وريحته حلوه، بينعنش كده وبيعمل ريفريش تحفه بجد. بيساعد بقى اكتر في الترطيب لما بعدها نستخدم البلسم اللي هم رشحوه لي. البلسم ده مش من نفس المجموعه بتاعت الشامبو، عشان كده هم بيشوفوا مثلا مشاكل شعركم ايه ويرشحوا لكم حاجات بناء على المشاكل دي. فالبلسم نفس المجموعه مع الحمام كريم بايه دول، بالميلك بروتين واللي هو زيت جنين القمح وبروتين اللبن. الاثنين دول طبعا مفيدين جدا للترطيب، خالي من السلفيت والصوديوم. برضو نفس الحكايه، بيرطب وبيغذي الشعر كويس جدا بجد يا جماعه. بيطري الشعر قوي، وبتحطوه كده 5 دقايق ولا 3 دقايق زي ما بتحبوا على شعركم وتلحقوا. رهيب رهيب رهيب. وساعات بسلك شعري وانا حطاه، برضو حلو جدا في الموضوع ده. انا خلصت منه ازازه، ومن كتر ما هو عجبني طلبته تاني وجبت تاني. وحمام الكريم انا مش بستخدمه يعني مش على طول، البلسم هو اقوى، لكن مع ذلك انا مستخدماه تقريبا خلصته، هو قرب يخلص. لما الحاجات خلصت جددت البلسم والليف ان، لان هم كانوا خلصوا خالص دول، الشامبو والحمام كريم. لما يخلصوا طبعا هجددهم تاني. البلسم وحمام الكريم بيرطبوا الشعر حلو قوي، خصوصا حمام الكريم لما بستخدمه حقيقي تحفه. والناس اللي شعرهم كيرلي هيتبسطوا من الحاجات دي قوي 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 فوق مما تتخيل. عندهم مجموعات تانية وعندهم حاجات تانية، كل حد بما يتناسب معاه، ولكن فكره ان احنا يبقى عندنا روتين مستمرين عليه من شامبو بلسم وحمام كريم وحمام زيت لو بتحبوا وات ايفر اللي بتحبوه، دي حاجه حلوه جدا وهتحسسكم كده بضمير مرتاح ناحيه شعركم ان انتوا بتكير اباوت. عندنا الليف ان الفورمولا بتاعته رهيب رهيب رهيب. انا زي ما قلت لكم كنت جايبه منه علبه قبل كده، هي موجوده عندي بس مكسله اجيبها. العلبه اللي قربت تخلص كانت خلاص، جددته تاني مع البلسم. هو حجمه كبير فالحلو بيقعد فتره بجد، وتحفه على الشعر. دي لسه جديده، لسه بستخدمها بقالي حبه بجد. يعني انا عايزه اوريكم، نفسي تشموا ريحتها. انا نفسي تكونوا قاعدين معايا دلوقتي وتشموا ريحته قد ايه تحفه. خصوصا هم غيروا حاجه في الفورمولا دي عن اللي كنت جايباه اول مره، ولكن حبيته اكتر، اخف على الشعر وريحته احلى كمان. ريحته رهيبه يا جماعه، حلو جدا جدا. الحلو بجد ان انتوا شعركم طبيعي، مش حاسين ان انتوا حاطين عليه حاجات كتير، غاسلينه ومتنضف كويس، مترطب بالبلسم وحمام الكريم. وكمان يعني لما بستخدم الاربعه مع بعض، الشامبو والبلسم وحمام الكريم وبعدين الليف ان ده ممكن نستخدمه يوميا مفيش اي مشكله، حقيقي حلو قوي. الانجريدينتس بتاعته بصوا يا جماعه، الليف ان ده في ارجان اويل وجوجوبا، زيت جوز الهند، وفي مكاديميا، زيت مكاديميا، وافوكادو، وزيت زيتون، وزيت جنين القمح، وزبده الشيا، وزبده كاكاو، وزبده مانجا وروزماري،
بصوا في حاجه وفيتامين اي وفي عسل وبنسينول، في حاجات كتير جدا يعني. بصوا انتوا متخيلين كل الحاجات دي في المكون ده which is حاجه بيرفكت تحفه. ما تنسوش تنزلوا تبصوا على البيج بتاعتهم وتكلموهم، شوفوا هيقولوا لكم ايه ورشحوا لكم ايه، وبيعملوا عروض كتير جدا. يعني انا دول لما خلصوا من عندي لقيتهم عاملين عرض واحد وعليه واحد تاني فري، انا اخدت الاثنين دول ساعتها بسعر حاجه واحده، حاجه حلوه جدا جدا. فبيعملوا عروض كتير فتشيك هتتبسط. ده بالنسبه لحاجات الشعر. كده خلصنا، دي احسن حاجات انا استخدمتها لشعري في 2022. تقريبا هكمل عليها ل 2023. لو غيرت حاجه ممكن ابقى اقول لكم بقى في الفيديو زي ده السنه الجايه، نعيشنا وكان لنا عمر ان شاء الله. ندخل بقى في حاجات الجسم. بصوا يعني مش هنتكلم مع بعض عن حاجات كتير، ولكن ترتيب الجسم مهم جدا جدا جدا. زي ما بنرتب بشرتنا، زي ما بنرتب ايدينا، ترتيب الجسم مهم قوي. فبجد تقريبا دي اكتر سنه استخدمت فيها مرطبات للجسم، كانت بجد حلوه قوي وحبيتها لدرجه ان هي تخليني ما كسلش، وحابه ان انا احطهم من كتر ما هم حلوين وبيرطبوا حلو وريحتهم حلوه. نبدا بده، قعد معايا فتره طويله، هم تقريبا بقاله كذا شهر يعني قاعد معايا، وناويه باذن الله لما يخلص هكرره تاني. بجد يا جماعه ما ندمتش ثانيه على كل جنيه دفعته فيه، حلو بطريقه رهيبه. حبيت ريحته وحبيت قوامه، وبالبشره بتتشربه بسرعه مع انه زيت، ولكن بجد البشره بتتشربه بسرعه. ريحته حلوه، مش عارفه اتكلم عن اكتر من انه هو بجد ريحته حلوه. تاني حاجه اللوشن الجسم، انا مش فاكره اللوشن ده استخدمته السنه اللي فاتت ولا 2022 بس، ولكن هو تحفه. ومقارنه بسعره فهو من احلى مرطبات الجسم اللي ممكن تستخدموها. عظيمه، ريحتها عظيمه بجد، حلوه قوي بجد. بحب ريحته حب، بحبها حب. انا ممكن اوريكم قوامه لان هو بصوا هو قد ايه بجد. خلاص كده، خفيف خفافه بجد تحفه يا جماعه، مش طبيعي بجد. انا بقى كنت انا على طول بعمل كده، بحط عشان اشمه يعني مش بصوا تحفه، ما بيلزقش، ما بيسيبش اي ملمس دهني، وبيرطب حلو قوي، وبيسيب ريحه لطيفه جدا. بيرفكت. تالت حاجه فازلين، اللوشن بتاع فازلين هشربه خلاص هشربه. ايه ده؟ ايه الريحه دي ولا ايه الترتيب ده؟ برضو نشوف بقى ايه. بصوا بقى هنا بقى، بصوا على الناحيه بقى دي، هو ده كده خلاص، شكرا كده كتير اصلا ممكن. بصوا برضو ايه ده، سهل قوي، كل ريحه احلى من اللي قبلها بجد، مش كده بجد تحفه. وبرده بيتشرب البشره بسرعه جدا، ودي حاجه مهمه قوي. في نفس الوقت بيرطب حلو، فده مش هيدينا احساس التلزيق، وفي نفس الوقت حلو قوي يا جماعه. ثقوا فيا بجد تحفه. واخواتي بتوع الانستجرام فهم اكيد الاثنين دول حفظوهم من كتر ما انا كنت طلعت اتكلمت عنهم وصورتهم وحاجات كتير. انا بجد هشربهم. ده قرب يخلص، وده يعتبر فاضل له مثلا حبه دول. بجد بقى من احسن التريكس اللي استخدمتها، وبجد حلوه قوي. بعد الشاور جسمنا بيبقى مبلول كده ومندي، ولسه المسام متفتحه، وهندهن زيت فازلين او اي زيت بقى انتوا تحبوه، زيت جونسون، ايا كان الزيت اللي بتحبوا تدهنوه على جسمكم. بس هندهن الزيت وهنسيبه دقيقه، بعدها هندهن اي لوشن للجسم نحبه. مثلا تخيلوا ندهن ده وبعدين ندهن ده. الترتيب ده بصوا يا جماعه، التريك دي بجد بترطب احسن بكتير، خصوصا لما نبقى لسه واخدين شاور كده وجسمنا مندي، بترطب احسن بكتير، بتثبت الريحه بتاعه مثلا اللوشن او الزيت او ايا كان. الترطيب اكسترا والريحه اكسترا. ما تقلقوش بجد، ما بيلزقش الجسم. انا لما سمعت الموضوع ده حسيت ان ازاي يعني الزيت تقيل، الجسم مثلا شربه ازاي وبعدين كمان ادهن فوقيه. بس بجد ما حسيتش، بجد لما جربت الموضوع حبيته وما حسيتش بيه، وما حسيتش ان حاجه تقيله على جسمي، اصلا ما بحبش الاحساس ده. التريك دي تحفه، جربوها وهتدعوا لي. اخر حاجه بقى دي اللي جبتها اواخر 2022، ما حسيتش ان انا كنت ممكن اجيب الموضوع ده قبل كده. ايوه هو ده اللي مضيع فلوسنا ومضيع شبابنا ومضيع صحتنا، البادي لوشن بتاع باث اند بادي وركس. بصوا انا جبته في اوفر، تمام، هم اوريدي بيعملوا اوفرز كتير، ولكن احفظوا الشكل ده كويس قوي، تمام. روحوا شموا ريحته، مش هقول لكم اكتر من كده، روحوا شموا ريحته. وبصوا هو لسه جديد، انا لسه جايباه ما بقاليش كام يوم، ما بقاليش اسبوعين حاجه كده. روحوا شموا ريحته، وانتوا مش هتقدروا تقاوموه، مش هتقدروا يعني مش عارف الناس اللي عملت الريحه دي ما بتشفقش علينا بجد. جماعه ريحته تحفه، ريحته حلوه حلاوه يا خبر ابيض. الحلو بقى ايه، بصوا ده لما جبت اولا انا استخدمته في نفس التريك اللي لسه قايلكوا عليها، حطيت الزيت واستخدمته برده كان تحفه. الحلو بقى ايه، مش اي حاجه مثلا البادي بتثبت، يعني البادي سبلاش بتاعهم ثباته مش احسن حاجه خالص، بالعكس يعني بجد ده حاجه بالنسبه لي خساره فيها الفلوس، ما عملش حاجه، ما حسيتش بحاجه. ولكن البادي لوشن بتاعهم بيثبت، ريحته بتثبت، ترطيبه بيثبت، هو حلو حلاوه برده، يتشرب مفيش حاجه تانية. هقول لكم مثال، ده مثلا حطيته على ايدي اول ما جبته
جبته حطيته على ايدي، بس كان انا رطب بيه ايدي. صحابي كانوا شامين الريحه بتاعته وانا اصلا حاطاه على ايدي بس، يعني انتوا فاهمين اللي هو ريحته بتبقى ظاهره مش بالشكل اللي يضايق، وفي نفس الوقت حاجه خفيفه كده لطيفه، وريحته حلوه قوي. انا عايزه اوريكم قوامه بس هو هيختلط الروايه، بس استنى هوريكم، هو مش صعب خالص. بصوا خلاص طبعا كده كتير. هديت نفسيا، هديت واستكنيت وارتحت واتبسطت. وبصوا انتوا ممكن تعملوا منه حاجه حلوه قوي بقى، ان انتوا ممكن تجيبوا اي علبه كريم فاضيه عندكم وتحطوا منه شويه وتاخدوه معاكم في الشنطه، ان انتوا ترطبوا بايديكم. هتنبسطوا. كل ما تبقوا متضايقين، كل ما يحصل موقف يعصبكم ويضايقكم، ان شاء الله ما يحصلش ده، الله وحطوه في ايديكم بس. وادعوا لي وادعوا لنا وادعي لهم وكل حاجه بجد يا تحفه. كده برده خلصنا الحاجات بتاعه الجسم. انا مش هستطول عليكم المره دي، فخلينا ممكن نقفل الفيديو على حاجات الشعر وحاجات للجسم، وممكن نبقى نعمل فيديو تاني لحاجات البشره. قولوا لي لو عجبكم الموضوع وحبيتوه في الكومنتس تحت. قولوا لي لو جربتوا حاجه من الحاجات دي، ولو هتجربوا برضو قولوا لي ايه اللي جربتوه وعجبكم. اتمنى تكونوا مبسوطين. ربنا يا رب يفرح قلوبكم كلكم، ودمتم بصحه وبخير وبراحه بال وبسعاده. بس يا حلوين، باي باي.